حكاية قديس وشهيد. كل سنة وانتم طيبين. والنهاردة هنتكلم عن حد السامرية. في يوم يسوع خد التلاميذ وراح بلد السامرة ودخل مدينة اسمها سوخار. هناك في بئر اسمه بئر يعقوب راح يسوع يقعد على البئر عشان لما تيجي السامرية يفتح معاها حوار. فكان في الوقت ده مع التلاميذ، فيسوع قال لهم روحوا هاتوا اكل علشان لما تيجي السامرية ما يكونش حد موجود وما يكسفهاش في الكلام. فلما مشيوا التلاميذ وجت السامرية وكان في عز الجو الحر بالنهار وكانت حوالي الساعة 12، كانوا ماشيين التلاميذ قبليها 6 ساعات فكانوا جاعوا جدا. وفي الوقت ده لما جت السامرية يسوع فتح معاها حوار وقال لها اعطيني لأشرب. ازاي تطلب مني تشرب وانت يهودي وانا امرأة سامرية؟ لو علمت من الذي يقول لك اعطيني لأشرب لتطلبي انت منه ماء حيا. فراحت قالت ده ابونا يعقوب نفسه اللي عمل البئر ده عشان يشرب منه هو وبنيه ومواشيه. قال لها يسوع لو عرفت مين اللي بيقول لك اعطيني لأشرب لتطلبي منه انت ماء حيا. قالت له ده انت حتى ما عندكش حاجة تجيب بيها الماء والبئر عميق. رد عليها يسوع وقال لها لو عرفتي من الذي يطلب منك تطلبي منه انت ماء حيا. فقالت له يا سيد طب انت اعطيني الماء علشان ما اجيش واشرب تاني انا من عند البئر. راح قال لها طب روحي وادعي زوجك. قالت له ليس لي زوج يا سيد. بالصحيح انت اعجبتي ان انت مالكيش زوج، انت كان ليكي 5 ازواج واللي معاكي في البيت ده ليس زوجك. فاستغربت انه لقيت انه هو عارف عنها الحاجات دي كلها، فقعدت تتكلم معاه وعرفت انه هو المسيح. قال لها انا هو المسيح المنتظر. ففي الوقت ده لما جم التلاميذ لقوا يسوع بيتكلم مع السامريه، لما شافتهم السامريه جريت تبشر بان هي شافت المسيح المنتظر في بلد السامريه كلها، وكانت فرحانه جدا ان هي شافت المسيح وبشرت بالسيد المسيح. والسامريه اسمها فوتينا واستشهدت بعد كده على اسم المسيح. وبركه الشهيده فوتينا تكون معنا وربنا المجد دايما للابد امين.